الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف مبل عسران حمشتن كفال كنقصلينا. طبعا تطوبلنا يزنبرنا أبز حلفة كفال مالتيو بزعبا الله سبحانه وتعالى كله زنقبرو سرحاوتنا زصحافكم مخانو أموتو مجرمين كأ كل نقر عابن اشتين تصحيفو خريقو خلو بتعمي خدنقصو كسم بدو مخانم يوم القيامة قليس قلنا دحريقو خاء الله سبحانه وتعالى خمزي يزلم نقيرنا بتآيات مالتيو، لأنه الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا إلنا قتلوا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قليسنا يوم مالتنا بزعباء الله سبحانه وتعالى ظلم منفي عنه كم مخانو من الصفات المنفية عن الله لنا، وأكثر الوارد في الصفات المثبتة كالحياة والعلم والقدرة. وأما ذكر المنفيات أو الصفات المنفية فقليل بالنسبة للصفات المثبتة، ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إلا بأمرين لمالتي حجي بزعباء الله سبحانه وتعالى نهاتو صفات سي كل جزء صفات كبها الكله ناي رب العالمين عينة كاركتر مالت كمي كم زخونة الله سبحانه وتعالى قادر عليم سميع بصير إذا خبها الكله بزح يذكريلو جن إتي النفي ويدما زي كونه الله سبحانه وتعالى زي زلم مخانو زبل جن بزح يكون الذكر جن أبتتذكر دما بخلته أمرين، يعني كلته ولا يتم الإيمان بالصفات المنفية إلا بأمرين بخلته نجر كن أمنوا لنا لا مالتي قدام يلو الأول نفي الصفة المنفية، يعني إتي الصفة وإتي عينة الله سبحانه وتعالى أي كون زبلو نعو كن كحدو خمزة لنا ماتو. والثاني إثبات كمال ضدها، إدخال أي دما إتي أنصار نايتي ز نفي زجبروسي كمال ضدها مالتي. فالنفي الذي لا يتضمن كمالا لا يمكن أن يكون في صفات الله، بل لابد في كل نفي نفاه الله عن نفسه أن يكون متضمنا لإثبات كمال الضد. انتهي مالتيو نعبنت الله سبحانه وتعالى الظلم كم زي زلم كنقلص كلنا ازي النفي مالتيو اتي نهاتو النفي خانئي اتي كمالنا الله سبحانه وتعالى زقلص مخانو مالتيو رب ملؤ مخانو كل نجر كمال الله سبحانه وتعالى خمز له. والنفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته. نعبنت اتي النفي خقبرن كله اندحر ملؤ زي كونه يعني أنصار كخون مالتيو مثال خمسلناي. والنفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته. اندحر زي كون كوينو خاء اندحر تنفي كمال زي بلو اندحر كوينو من البات اتي صفاتي قابلية سلا زي بلو ماتي أي قابلية الموصوف له اتي توصفه ويدما تتقلت أبو الله سبحانه وتعالى سي نعو زي قبؤ نقر كخون خاء مالتيو. وإذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعجز الموصوف. سلازي كمال ندحر زي بلو بيرفكت تزي كوينو دما يعني إذا تقول أزل خاصة ربي مالت سيوسي عجز الله مالتي وزخ حاشا لله يكخونه كلنيو. وإذا كان نفيا محضا فهو عدم ولا لا كمال فيه، يعني يلن مالت رأيته خوينو خاء يعني كابدي مهلا كومبليت لمتفع سلازخونه زخاء بيرفكتنت وي كمال يبلون مالتي وي ملؤ يكونن مالتي. والله تعالى له الصفات الكاملة لأنه الله سبحانه وتعالى ملؤ صفات يزلوه مالتي، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى بسورة النحل آية 60. الله سبحانه وتعالى بزعبا نفسه قليسه ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل بقى تزبلت كنقول نخل الله سبحانه وتعالى بزبلت من قد مالتي. قلنا إذا لم يتضمن النفي كمالا فقد يكون لعدم قابليته. حجي إذا زربازي مالتيو اندحر أي خونني لنا بيرفكت اندحر زي كونه خوينسي من هالبات زي قبو أخون خيل كيف ذلك يلوم السالة ألسنا نقول أن الجدار لا يظلم. عبنت حجي مندق أي زلمني ونبل مثالي اندحر حتيتنا مندقس أي زلمني اندحر كا أوي لك بلا هل هذا كمال الجدار؟ إذا
اتي مندق ملء مخانو وي بيرفكت مخانو يقلص نو لا أي يقلص نمنتاي لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم لأنه اتي مندقسي زلاماي أي زلاماي الكاخ نوع أخت قلت أسي يعني أي كونني مالتي دي كون نجاري ولا يوصف بالعدل ويدما مندقسي عدل الكاخ قلت أون أي تخليني خاف فليس نفي الظلم عن الجدار كمالا يعني ظلم أي زلميني مالسي نتي مندقسي بيرفكت زقبرو مالت أي كونني إذا ناي مجمرة مجلس مالتي وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالا نقصا نأبنت اندحر بيرفكت زي كونو دما ندحت بلو خلا خنا حدا نجر ناتو غودولو خمزر إيه كمالتيو من لعجز الموصوف به تتوصفه ويتتجلس أسب مالت لو أنك وصفت شخصا بأنه لا يظلم أبنت حدا سب أي زلمني كان سب اندحر جليس كايو بكونه لا يجازي السيئة بمثلها لأنه رجل ضعيف لا يقدر على الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحا له أبنت حدا سب أي زلم كتب لهم كل خنا حدا سب سي بكونه لا يجازي السيئة بمثلها مالت تحمق نجرسي بحمق زي مملاسو مالتيو لأنه رجل ضعيف سبيو لا يقدر على الانتصار لنفسه لم يكن هذا مدحا له يعني إذا حدا سب زي ضعيف مخانون نفسه كلا زي مخالوسي إذا سنبعلوسي نعوسي نأدا أيكونن مالتيو بحافة شو خلاصة له مالتي قلت الله تمجلسي بالتقاليل مالتي إن كل وصف وصف الله به نفسه عفوا وهو النفي يعني زخونة بزعبة الله سبحانه وتعالى بزعبة نفسه زقلت مالتي أيكونن اللي زقلت مالتي فإنه يجب نعنا يجب أن مالتي أن نعتقد مع انتفائه ثبوت كمال ضده يعني رب العالمين أيكونني يخبل كله بزعبان نفسه إن الله لا يظلم خبل كلنا الله سبحانه وتعالى كمال كم زلوا عادل كم مخانو مسؤولنا تحاحز لنا ماتيو قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بسورة الأعقاف 33 فعلى هذه القاعدة بزي قاعدة وبزاق حجزي أمالتها نفي الله سبحانه وتعالى انتي نفي غيره لعي يعني لعي مالتك هو العجز الله سبحانه وتعالى سي أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض إذا الله سبحانه وتعالى سماين مريت خلق سي يعني أي عجزن أي طفؤون يعني أي دخمون وي مش لكم أي كئلوني مالت زي كونه بخلقهن رب العالمين قادر على كل شيء نمنتي لأن الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يحيي الموتى حتى نزموته كتسيخل نزي موتى خموتي خير كل نجري خير رب العالمين بلا إلو رب العالمين إنه على كل شيء قدير رب العالمين زي كل نجر زي قبر نجر يلن مالتيو فعلى هذه القاعدة إلو تعجزناته لثبوت كمال ضد العجز وهو القدرة يعني ربسي أي كإليني زبل سلسل زلو يزقل زلو رب العالمين كم زي أي جبرنا أي كإلين سلسلو إذا كل سماء المريت زخلقه قويتا أي عجزون أي طفقونيو خليقو كمان زخ جبر خلي لأنه إذا كمال ناي رب العالمين زقلص مالتيو إذا نؤمن أن الله عز وجل له قدرة لا يلحقها عجز يعني ناي رب قدراسي يعني حدا سبي خليو نبقى قلنا نجر خجبر جن زي كله نجرات دمالو مالتيو رب جن كل نجر خيل مالتي عجز بهال يقولون يعني أي خيلني يزرب بهال نجر يلن وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء ذلك لكمال قدرته جل وعلا أبنت كريستيان انتايبلو ويكالوا هيمنتات انتايبلو يهودون يخونوا كم زيلو دحرش يعني كندي معلتي مس خلقش دخيموس اعرفوا يبلو مالتي إذي نربيهم مالت يعني بحماق تقول تصلخ مالتي ربي عاجز مخانو يدكم مخانو تقول تصخلخا إذي إحنا أبسلمنا فتصم يلنكم نساتهم يبلو يعني عرفت قال ملز بهاللو فتناتهم هيمانوت مالتي وهذا لا يجوز نحن بسلمنا فتصم ربي أيدك مني ولقد خلقنا السماوات والأرض ربك أقوم يلو بزعبا نفسه قوم سلازبلو سلازفلت ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما كل نجر أمونجو سماي مريت نزلوا كله في 6 أيام شديش معلت ربو سيدلو وما مسنا من لغوب أي دخمان أي تعبان وهنا تخم لهم سلا
نرب زقلصو مالتهم أي من تعب وإعياء وذلك لكمال قدرته جل وعلا. قلنا إن الله لا يظلم أحدا وذلك لكمال عدله. حجنا أخن من الله سمالتي نافتقندي ربي أي زلمين يخن بالكلنا انتينا نقل زلنا الله سبحانه وتعالى كامل perfect مخانو أنينا ينتي عدل نهاتو عدل ما حق النتو مالتي ربي حق أنيا ربي حق فتو ربي عادل يعني بحق فرد فراداي مالتي فردنا ربي حقيو يعني دق سبات كمان حدا فراداي ناي بحق فرد كله كما ينقد مالتي فما بالكم الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. سرزي انتايلهم زم الجهمية زبهالو جن انتايلهم لكن الجهمية قالوا لا يظلم لعدم إمكان الظلم في حقه وليس لأنه قادر على أن يظلم ولكنه لا يظلم. قالوا لأن الخلق كلهم خلق الله ملك الله فإذا كانوا ملكا لله فإنه إذا عذب محسنا فقد عذب ملكه وليس ذلك ظلما لأنه يفعل في ملكه ما يشاء ولكن قولهم هذا باطل يلو مالتهم. إذن الجهمية زبهالو جروب مالتهم ويفرقا ويقلوا مالتهم التحساس بخم زحسبوا انتاي لهم ترجمهم إن الله لا يظلم زبل قال مالتهم انتاي لهم لعدم إمكانية الظلم في حقه مغنياتو اتم هزبي ربي زي زلمسي ولا حد نعوق ظلموس زي خيل وليس لأنه قادر على أن يظلم ولكنه مش لأنه يخيل يعني كلة اللو يخزلم جن لا يظلم جن انتاي بهلهم. قالوا إن الخلق كل هزبسي نهاتو باريا سلوزخونو نهاتو تجزأتي سلوزخونوسي فإذا كانوا ملكا له يعني نهاتو ملكو سلازخونو مليخوام سلازخونسي انت اندحر عزيبونا حدا سب ساقيو مالتيو محسنا صبو زغبره ولا تساقيو سلازي خمد الله يقبر يعني مليخوام سلازخونس دلا يقبر عينت مالتيو زي وليس ذلك ظلما اذا ما ظلم يبهلن لانه يفعل في ملكه ما يشاء كم دلا يخقبر يخلي افتيز ملكو مالتيو وزي ديكون زرباي باطل زرباي مالتيو تكل زرباي يكونن لمنتاي ازين رب العالمين نقص زقلص مالتيو لأنه إذا كان الله عز وجل قد وعد المحسنين بالثواب والمسيئين بالعذاب ثم أحسن المحسن فيعذبه وأساء المسيء فأثابه فأقل ما يقال فيه أنه يعني وحاشاه سبحانه وتعالى أخلف وعده. هذا أقل ما يقال وهذا ولا شك منافي للعدل وللصدق. فنقول لهم إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي حديث قدسي مالتي وهذا يدل على أنه قادر عليه لكن حرمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا. إذا نحن نقول لا يظلم الله أحدا لكمال عدله لا لأن الظلم غير ممكن في حقه كما قالت الجهمية. سلازي ناي قدن إذا نقرزي كنرد أنا اللو مالتيو إذا جهمية زبلو زلو ربي ما نمنعو خقبدلو سلازي خيل ونسخ أنا خزلم سلازي دليم بري ندحر زليموس نتحمق أزقبري صبو يوهبو نتصبو أزقبري خاني يساقيو سلازي إزي خمزين دحر نبل كوي ناسي رب العالمين قال أتيولنا ندها اللوي صبو أزقبري صبو قهبو حمق أزقبري حمق كركبيلنا ندها اللوي سي حتى إذن بعلو سي رب العالمين سي حاشا لله يعني طبعا قالوس عطيفو خبها المالتيو وزخا مستحيل على الله رب قالوا أي عطفنيو رب زبولو يزقبر يعني وزخا أنا إيه كافت عدل نهاتو نتناي رب العالمين فردو تخكلنيا مخانو خان إيه تخكل كم زي كونه يقمت أولو مالتيو منافي للعدل وللصدق يعني تنهاتو فرد تخكل مخانون حق رب خمس زاربن قال كم زي عطفن نزخا أنصارو يزاربون اللو مالتيوم زي كايلو فنقول لهم إن الله عز وجل أب حديث قدسي ليو يا عبادي أنتم مزبي أنتم باريارتي إني حرمت الظلم على نفسي أنا حرمي ظلم نخيزل نفس نعو نعنا نخيزل منا سلازي ونعنا خأنا نحدكم كأيت الظالم فحرمت إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته فيما بينكم لنا حديث مالتي نصمون أيت الظالم مالتي جن الله سبحانه وتعالى أبزي تشاهد انت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي نعين نفسي كي زلمكم سحريم ييلو خلك زلمنا انت دليو لكن حريم ييلو إذا أنت يزم لختنا
إنه الله سبحانه وتعالى قادر اندحر دليل مالته لكن حرموا النفس مالته نمنتاي كمال عدله اتفردنا هاتو عادل بيرفكت سلزخونه مالته جل وعلا. إذا نحن نقول لا يظلم الله أحدا ربي أي زلمني نمنتاي ربي كامل سلزخونه بيرفكت سلزخونه عدلو فردو حق سلزخونه لأن الظلم غير ممكن مش كزلمنا سلازيك على سلزخونه أيكونا جن الله سبحانه وتعالى عادل سلزخونه يو لأن الظلم غير ممكن في حقه لهم كم تمزبلوا توم الجهمية مالتهم كما قالت الجهمية إذا خاء تخكل يكونن مالتيو إذا آية 49 زنبرت قليصنا ودينا يا مالتنا حجينا بآية 5 خنقتو إنا أبتي سورة الكهف زلا مالتيو. طبعا آية قليصنا يا 49 الله سبحانه وتعالى كم قليصنا يا مالتيو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا أجلسنا ودينا يا مالتيو حجخاء ناب آية 5 كنا أتو مالتنا إذا خاء حجي كالا عنك أتينا مالتيو سويمت بزعبام تاي قلت لنا مالتيو أساس ناي أخالا لقانا مالتيو الله سبحانه وتعالى انتهي لنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون الله أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله سبحانه وتعالى زآيازي بزعبا من يزنقرنا زلو الله سبحانه وتعالى ني ملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس نا آدم سلام سجدوا المستخلق مال التباهلو إبليس أبي كان من الجن ففسق عن أمر ربه سلازي الله سبحانه وتعالى انتايلنا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تمقلات يجمر مالتي قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة إذ مالت هذا تأتي كثيرا في القرآن والمعربون يقولون تمني قنق عربية اكسبارت مالتهم إنها مفعول لفعل محذوف والتقدير أذكر إذ يعني أذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم عند الله. إذا انتهي كم زبولو مالتيو وإذ قلنا للملائكة إذا قال زي مالتها أفتي عراب كعربوا خلو مفعول لفعل محفوظ إنها مفعول لفعل محذوف والتقدير أذكر يعني ذكر اللهم. وإذ قلنا أذكر مالتي بمعنى نأمة محمد مالتي كميلو الله سبحانه وتعالى عندك سبات كم زخبر مالتي عند الله. وقوله للملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ملائكة زبهالو أنا ناي غيب يعني كافت غيبيات نأمن مش الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى إلنا نأمن أب أركان الإيمان زلو مالتي الأركان الإيمان الستة حدا خاب أخاني إيمان بملائكة مالتي. زيوم ملائكة زيوم كانت يوم من عالم الغيب نحنا بعيننا خنريو زي نخل كنحزو زي نخل رب زنا قرنا بزعبو مالتي أب غيبيات بهالج حجي زوم خلق زيوم كأني كاب نور خلقهم كم تي رسول صلى الله عليه وسلم زبلنا إن الله خلقهم من نور يلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. كتاب الزهد والرقائق في باب أحاديث متفرقة مالتي زقول أزولو إذا إنه ملائكة خاب نور كم تخلقوا جني كاب حو كم تخلقوا بني آدم كأني كم تتجلس لنا بقرآن مالتيو كاب سلسال فخار درق زهوني تشقا ويحمد تفعله كم زي أبقصة آدم زجلسنا يوم مالتيو. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم يعني الملائكة مالتيو زي خاني يأتي كثيرا القرآن كم زبلنا يو وقوله تعالى للملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله من نور كما أعلمنا النبي وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار وأنه خلق البشر من طين
إذن المخلوقات التي نعلمها هي الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان من طين. فالملائكة إذن عالم غيبي، والإيمان به أحد أركان الإيمان. قد نزي ناي عالم غيبي مالت أب غيبيات سي دين رئو نجر مالتيو دين فلت أو بعين نحن رئو زين خل نجر أمن القرآن محسوس ملموس أب قرآن اللي نقرأه ملائكة جن كن رئو ما ينخل جن كن رئو ما ينخل إزي بزعبة غيبيات بهالمالتيو. سلازي ربنا جيرونا مالتي بقرآن ملائكة خاب نور كم تخلقوا، جن خاب حو كم تخلقوا، دك سب كأني كاب وما بني آدم كاب طين مالتي خاب تشك أخم تفتره. فالملائكة إذن عالم غيبي كن آمن بزعبهم كافت أركان الإيمان مالتي. والملائكة على خلاف الشياطين كما تبين من الآية، وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين، ولهم من النفوذ ما ليس للشياطين. فالشياطين لا يمكن أن يلجأوا إلى السماء، بل من حاول أتبع بالشهاب المحروق، والملائكة يسعدون فيها، فهم يسعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله، وهم أيضا قد ملأوا السماوات. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا لا شك فيه، وأنهم عالم غيبي، لكن قد يكونون من العالم المحسوس بقدرة الله، كما كان جبريل عليه السلام، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق وهو واحد، وهذا يدل على عظمة خلقه، وعظمة خلقة جبريل تدل على عظمة الخالق جل وعلا. أحيانا يأتي جبريل الذي هذا وصفه وهذا خلقه على صورة إنسان، ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرة، وهو ولكن بقدرة خالقه جل وعلا، والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف بقدرة الله عز وجل. حجي طبعا عالم الغيب اليوم توسنوا ملائكة خمس قلت ألنا زل مالتيو عالم غيبي كنفلط زي نخل بزح نردو زي نخل مالتيو ملائكة شياطين كنرئين كلنا دم أفعل عليكم زلهم مالتيو. كما تبين إنه شياطين ملائكة يعني طهراء مخانهم مالتهم، يعني من خلاف الشياطين كما تبين الآية، شياطينكم مخمزي يكونوا مالتهم من الشياطين وأطهر من الشياطين، كاب شياطين زبلتون زتكرمون مالتهم، وقدراناتهم كلت خبتهم شياطين زبلت أي مالتهم. نمنتاي شياطين أبنت نسماي كديبو أي كلنيهم، بالعكس نسماي كديبو ندحر فتينهم أتبع بالشهاب المحرق، يعني خمزي بحوز مثل نجري دربي اللهم مالتي يقاتلهم. والملائكة يسعدون، ملائكة جن ناب سماي يديبو تفعل عليه حلفنا تلوم كلهم ربي تأززتهم كلهم صالحينهم بأرواح، يعني حدثكم موت كله روحني نسماي حيزم ما يخدوا مالتيا، وهم أيضا ملأوا السماوات، يعني بسماين مريتنا لو كل جزء تسبيح زجبروا سلازي بخمس عينة ملك خن أمنا لنا بزي متطرطر ملائكة الله وديهم يلوني الناس كنت طرطر يبلنا، وأنهم عالم غيبي جن كله بتربز نجرنا نبر كاب تربز نجرنا وتعين إحنا نفلط نجر يلن ماتي قرآن سنة نجرنا ترينا نأمن، لكن قد يكونون من العالم المحسوس نأبنت حجي بإدنا زحزهم زي نخل لنا لنا ملائكة جن توسنا نجر دمار رب العالمين أرئينا مالتي كم من معنا زي كونه كم جبريل عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم رئيوه كم يعني كم تتفطروا ونورمال تفطرون هاتو كلتا جزري ومالتي له 600 جناح شدشت مئتي من جبجبي ويقل اللو مالتي، يعني سد الأفق، يعني سماين مريتنسي دفنوا وخدنوا مالتي الزينة هاتو قل مالتي ناي حدا ناي جبريل مالتي زي حدا نبعلو نبينو كمي عزيم مالتي خلقه، وعدم خلق جبريل تدل على عزمة الخالق. ناي جبريل عزيم مخلق دما مخانو دما اتنا عزم ناي خلاقي يزرئنا كمي الله سبحانه وتعالى قادر مخانو يزرئنا مالتي. سلازي أحيانا كأحد جزي خا حدا جزي جبريل كأني الرسول صلى الله عليه وسلم كم سب كوينو متيو يبصح له نيرمال أختي بتفعل عليه ملكع مالتي، ولكن ليس تقلبه هكذا بقدرته زقالا بتسي نافتنا بحق ملكعون نافتي سبكو يخون حنسا كالا عينتي يخون حنسا أسي بعلو بدلايو أيكونن انتاي دا بقدرانا يا ربي يقاير مالتي، والله أعطاه القدرة على التقلب والتكيف ربي ذهب وخلت مالتي. وقوله تعالى اسجدوا لآدم قال بعضهم سجود تحية،
طبعا انتهي لهم مالتهم سجدون آدم تباهلهم تأزيزهم تملائكة مالتهم كلهم للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا مالتهم حجز سجود زبها الحجي انتهي لهم علماء سجود تحية كمز سلام الكات سجدوا له إنبر كمز يا رب نسجدوا له أيقونا وليس سجود على الجبهة وريد كاب بجنبار كاب مريت سجدوا له أيقونا نود سبكم وقت سجدوا له أي فكرنا بكندي عدسات قال له يحجي عب زمن ناس خمان كي ترفه نجوساتنا أميرات عب تحت ويريدهم قدفونا نجوساتنا أميرات حتى أولياء لهم أبتفال علينا فرق ضالة زلوا خماني كتريهم كلها خيدهم أفت أجرم دارجا يسجدوا لهم أجرم يسعموهم يوردوا يعني إذن دك سبات مالتهم حتى أنا آدم كمان تحية نسلامي تغيروا اللنبر كم سجود كم ناي ربي كون الماتيو قالوا ذلك فرارا من كونه سجودا على الجبهة لأن السجود على الجبهة لا يصح إلا لله بجنبارك ولدك تسجدوا له بجك ربي ما نمك على خوني يقولون مالتيو لا يصح أي فكرني بسلمنا خا لا يجوز شرعا مالتيو ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام عن ظاهره ونقول الأصل أن السجود على الجبهة وإذا كان امتثالا لأمر الله لم يكن شركا كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب وإذا وقع امتثالا لأمر الله كان طاعة من الطاعات سلازي الأصل أنه سجود على الجبهة حجين تايب له مالتيو اتي تحي سجود تحية لهم فسيرهم مالتهم لكن اتي سجود كبها الكل في الأصل جن يعني بتخكل ندحر كوينو جن جدا وريد كاب جنباركات سجدون جري مالتيلو وإذا كان امتثالا لأمر الله ندحركم وجيرهم كوينهم كأ ثم ملائكة نايرب تأزاز وريدهم تحت انتسجدهم كأني إذا الشرك يكونن منتاي كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب نابنت نفسها بحرام كتقتلا كابت عبيت الذنوب مالتيو وإذا وقع امتثال لأمر الله كان طاعة من الطاعات نابنت ندحر تأزاز كوينو خبر بمصيو كاخ تغبرو خلخا جن تأزاز يخون مالتيو كم نايمن مثلا فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه فامتثل نودخا حردو تباهيلو إبراهيم عليه السلام لإسماعيل مالتيو مستعززة دايركت حرايلو تأزيزو خرامتيو خحردو مسبلة ربي أمتقلو تأشمو مالتيو كبش مالتيو بقي أمتقلو أمر الله وشرع في تنفيذ الذبح ولا يخفى ما ذبح الابن ما في ذبح الابن من قطيعة الرحم لكن لما كان هذا امتثالا لأمر الله عز وجل صار طاعة عبز حجسي سيدنا إبراهيم كم تتعزيزون بلنا تولادو تزحردون يروسي إذي قطع الرحم مالتيو لكن أفتوانتي نايرب تأزاز سلز قبر زنبري تأزاز خونو طاعة إزبهال يعني أمر سلزخونه تأزاز سلزخونه نتتأزاز أبتكبار موعالو زنبي أي حسبن نيرو ولكن طبعا الله سبحانه وتعالى نخي حردو فداء هبو مالتي ولما تحقق مراد الله من الابتلاء نسخ الأمر ورفع الحرج اتيق عند الله زأززو إبراهيم مالتي حرايلو تعزيزو بتفتنا ولاد كحرت تباهيلو حرايلو كرامتيو كسادو قريبو كحردو خلو اتفتنا مسودة مالتي الله سبحانه وتعالى كافت حرج نسو نسخ كيرو رفع الحرج مالتي العلو بقع 5 حرات كندو غير مالتي فإذا نلو فالسجود لآدم لولا أمر الله لكان شركا لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله حجي اندحرتم ملائكة سجدون كوينهم كأ بتينا يتأزازنا ربي مالتيو شرك أي قطرنيو نمنتاي ربي سلز أززهم نعو سجدوا ليلو سلز أززهم نعاتهم اندحر سجدوا ليلهم إلوهم الله سبحانه وتعالى مو ملائكة دما نآدم تسجدهم له أبزح حالازي بتأزاز بناي ربي سلزخونه نساتهم دما نتينا ربي تأزاز يتقبروا سلزلو انتا إزت وعزي طاعة يبحال طاعة مالت كأم إزاز تأزاز ربي زقبرك كام قبار مالتيو سلازي أبزح حالازي جائز يخون شركة يخون مالتيو وآدم هو أبو البشر خلقه الله عز وجل من طين وخلقه بيده الله سبحانه وتعالى آدم كأني أبو ناي آدم كل بني آدم زبؤ مالتيو قال الله تعالى مخاطبا إبليس حين استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود لآدم بعد أن خلق الله تعالى بيده قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني إذا شرف وكرم للإنسان الله سبحانه وتعالى بإيدي خلقه وقد جاء في الصحيحين وغيرهما كما في حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام
قول موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده إلو حديث مالتيو. رواه مسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليه السلام، وغيره في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلق لك الله بيده، رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلها. أبقى لك أن جاء في حديث محجة آدم لموسى عليه السلام أن آدم قال لموسى أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وفي رواية كتب لك التوراة بيده. إذا خاني برضو الدليل مخاني رب العالمين ني آدم بإيده خمس خلقه مالته. قال أهل العلم لم يخلق الله شيئا بيده إلا آدم، وجنة عدن فإنها خلقها بيده، وكتب التوراة بيده جل وعلا، فهذا ثلاث أشياء كلها كانت بيد الله. أما غير آدم فيخلق بالكلمة كن. رب العالمين إذا خلقا ثلاثة نجر مالتي آدم بإيده خلقه، جنة وجنة عدن جنة بإيده خلقها فإنه خلقها بيده، وكتب التوراة دم الله سبحانه وتعالى بعد صحيفون موسى مالتي بهذا الدليل كاب قرآن كاب حديث زمت أنا يا مالتي جل وعلا. فهذه ثلاثة إذن ثلاثة نجرات رأيه بإيده الله سبحانه وتعالى خلقون. كل نجر كن بزي قال زي أيه خلق مالتي كن كلتا قال مالتي فيكون وهو نبي وليس برسول، لأن أول رسول أرسل إلى البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام. سلزي آدم كأن مالتي آدم فيخلق بالكلمة كن فيكون وهو نبي وليس برسول. رسول يكون انتهي لأن نبي نيرو مالتي آدم عليه السلام مجمل رسول زمت أجن نوحي مالتي أرسله الله لما اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول رسول نوح عليه السلام، وآدم نبي مكلم. فإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا يكون رسولا؟ الجواب يكون نبيا ولا يكون رسولا لأنه لم يكن هناك داعي إلى الرسالة، فالناس كانوا على ملة واحدة، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرا، ولم يفتنوا في الدنيا كثيرا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملون عمله. ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلف أرسل الله الرسل. سلازي حجي زي آدم سي النبي خمس خوني رسول في الليل نايلنا نبي رسول أفلا ليس لزلو رسول اندحر كوينو النبي يخون مالتيو نبي جن رسول يخونني ونبي خان بتوسنون سباتي زمت رسول جن ناب كل سبي مت مالتي برسالة جديدة أب قصص الأنبياء قليل يرنا إنا حجين تايز بالزلو أول نبي آدم مالتيو رسول ينبرن مخنياتو مجمريا نبي سلازخونه أبو بشرية سلازنبرة أفتوانتي زتفعلاليون أي تفعلاليون سلازنبرو رسول أيد لاي أي نبرن مالتيون منتاي كمت آدم عليه السلام يقبروا نيرهم مالتيهم دحرجن دحرنا وانجن كفعلاليون مسجمرو فتنة مسبزحي مالتيو الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام لأخو مالتيو حجي اندحر حدا سبسي آدم وآدم نبي مكلم، يعني آدم سي نبي رب تزارب وصل زخونسي. وإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا يكون رسول؟ نبي خون قل رسول زي كونس نمنتاي اللي دحر حديثه يكون نبيا ولا يكون رسولا لأنه لم يكن هناك داعي إلى الرسالة. ملس مالتي الجواب يكون نبيا ولا يكون رسولا لأنه لم يكن هناك داعي إلى الرسالة. أدلي أين برا نفتو أنت رسالة خمتس نمنتاي تم سبات وحدات يوم نيرم كل زجبروا ويجبر زجبروا سو آدم يجبروا نيرهم مالتهم بزح سب أي تباتاتنا فتنة أي نبرن بزح، فكانوا يستنون بأبيهم ويعملوا عمله زجبروا يجبروا نيرهم. ولما انتشرت الأمة سب مسبزحة مستبتنوا بعالم مالتي اختلفوا تفعل اليوم دحريو الله سبحانه وتعالى رسل كل أخجميرو مالتي عبزت أتوكم نبلينا انتاي كم زغبرو سجدوا تباهلهم انتاي كم زغبرو ملسي دحريت تأزاز نسو بزعبانا ملائكة بزعبانا شيطانا أبز مص كفال دحني يصنحنا
نسأل الله أن يمدنا من الصحة ومن العمر نرخب له مالتيو متأي سمون ومتأي جمعات كون مالتيو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.